انت قصدك على بلونة امام ولا بلونة مراته اللي وراه؟ هو الكلام هيبقى كده. يا مراتي يا ست عشان نتكلم في القضيه. الكلام هيبقى كده. نتكلم في القضيه يا ست مصطفى. ها؟ هو الاعلام الناس مركزه في اللايف يا ست مستشار مع حضرتك. احنا متابعين قاعد عيل قليل الادب. متابعين بس. ورحمة امي يا امام لا ربيك تاني، لا ربيك. وكفايه ان المحامي بتاعك اشرف عبد العزيز المحترم كلمني بالليل وقال لي ده واد ملوش قيمه وملوش لازمه، كلامي واضح. وان انا كان عندي وليد سليمان بنتفرج، وليد المحترم اللي هو ضربه تمام. بنتفرج على الماتش تفينا قلنا ايه القرف ده؟ ده مش النادي الاهلي. محمد مين ده؟ استاذ اشرف عزيز امام طبعا موسيقار ومن ايمو اب بالونه، ربنا يخلي له البالونات كده ويفضل طول عمره شايل بالونه يا رب، ولغايه لما يكبر كده ويعجل ويشيل بطيخ او اي حاجه تانية. المهم سيب ده من ايمو من الموسيقار والكلام الفارغ ده، انا مش رضيت اعمل فيديو مخصوص عليه لانه حياه تافهه اصلا. فنتكلم على شويه العاهات اللي عندنا ومستمرين في نادي الزمالك اللي هيجيبوا شلل للجمهور. النهارده الزمالك قدر يتخطى عقبة أبو قير للأسمدة ماتش، أقسم بالله أنا شايف أبو قير للأسمدة لو لابسة الأبيض تحس إن هي الزمالك. لعيبة نادي الزمالك حيات كده تعر، أنتوا لعيبة تعر. يعني الواحد اتنين في حسام عبد المجيد، والعاق محمد صبحي، الاتنين اللي في الزمالك اللي بيلعبوا النهارده اتنين ياخدوا 5-6 كده، غير كده زيرو، غير زيرو. سيبك من عبد الله السعيد كده كده كتر الف خيره، والراجل بيلعب وموت نفسه الدفاع والهجوم. سيبك من عبد الله السعيد. كلام في زيزو مثلا، انت بقيت طري ليه كده يا اسطى؟ والله بقيت طري جدا. ايه يا اسطى ما تنشف كده؟ في ضربة الجزاء اقسم بالله قبل ما تشوطها جول هتضيع اصلا. الكرة جايه لك اصلا، الراجل جتر نفسه ناصر منسي وخد الكرة وبصها لك تلعبها في القائم ليه والجون فاضي قدام، الجون فاضي تلعبها وبعدين جات لك ضربة جزاء واقسم بالله جول هتضيع. اصلا انت داخل اصلا مش عارف انت بقيت طريق الواد. هو انت اتعديت يا اسطى، اتعديت من الواد مشلاك، هو اسمه مشلاك عداك يعني، هو عشان مشلاك فعداك انت كمان معاه ولا ايه؟ ما تفوق كده يا زيزو في ايه؟ هو انت متاخر عليك قصة تلاجة ولا حاجة؟ شاف مع محمد صلاح بيجدد اهو مع ليفربول وموت نفسه واهدافه، هداف الدوري الانجليزي واكتر لاعب صنع اهداف واكتر صانع فرص محققه. في ايه ده؟ في الدوري ابطال اوروبا برضو هداف فريقه. في ايه يا صلاح يا زيزو؟ صلاح مين؟ فوق يابا. وانت اجرع اليوروس، واقسم بالله انا ما شايف فيك امل خالص، مفيش امل. احنا بنلعب رب الكون ميزنا بميزه، هنلعب بالفريق البيض. وانزل بقى لاعب يا اسطى انت واي حد، اي حد العب، سيبها على الله وان شاء الله هتجيبوا جونيور رجاله. حمزة المسلوسي ده مش اداك يا اسطى، انت كده بتثبت لاجرع ده ان انت لعيب مش تنفع تلعب اساسي. اداء مزري النهارده، اول مره في حياتي اشوف حمزة المسلوسي بالاداء الكارثي ده. كارثي بالمعنى كارثي يعني. في مين تاني يا جماعه؟ مفيش حد بيلعب. فتوح اداء زي الزفت، ولغايه لما طلع مش عارف طلع ليه ونزل عمر جابر. احمد محمود مش تقدر تحكم عليه. دونجا ومحمد شحاته مستواهم نزل نهائيا في نص الشوط الثاني. هي يا اسطى لعيبه بتاعت ابو قير للاسمده المستوى البدني بتاعهم مش نزل، انت مستواك ونزل كده ليه؟ حسام اشرف ربنا ينتع في صورتك كده وتكبر بقى وتبقى مهي. انت عيل مش ليه دعوه بيك اصلا. كان نفسي اشوف محمد عاطف النهارده، ما كانش كبالة، كان نفسي افهم كده بربع جنيه ونزل لعيب ياخد حتى شلبي ارتو رهيبه. يلا ارتو رهيبه. يلا ما انت بتعرف تعمل ارتوهات يا اسطى، العب يا شلبي يا فنان. لا انت خايف ولا ايه؟ مفيش صفقات يا اسطى، مش هتخاف يعني. اوعى ازعل منك. اوعى تفتكر ان في بن شرقي والحياه قله الادب اللي احنا بنسمع عنها دي. لا احنا عندنا بنفك في القيد ونعمل وعلينا فلوس. ما بنفتكرش ان انتوا لكم اللعيبه لها فلوس ومستحقات غير في شهر يناير او في شهر 6 و7. بنفتكر ان هم لهم فلوس، غير كده بندنا يمين. انما احنا عمرنا ما هنجيب صفقات يا اسطى. واوعى تخاف ان في بن شرقي والحياه قله الادب دي، اوعى ازعل منك.
ده احنا في 3 بيشكلوا على مين هيجيب لعيبة، حسين لبيب وحسين السيد واحمد سليمان. يا رب يكبروا يا رب.